لكن بعد انتهاء الانتخابات وانتهاء جولة الإعادة اللي كانت يوم 16 و17/6 وظهور النتيجة، وإن الإحصاءات اللي عندنا بتقول إن الدكتور محمد مرسي هو الفائز، ولغاية يوم الحد 24/6 اللي أعلنت فيه النتيجة، كانت النتيجة المفروض إن هي تعلن يوم الخميس 21/6، وأجلت النتيجة إلى يوم الحد 24/6، وبدأت يظهر كلام إن الفريق أحمد شفيق اللي فايز. نزلنا ميدان التحرير يوم الثلاث 19/6 واعتصمنا في ميدان التحرير لغاية مليونية يوم الجمعة 22/6، وبقينا في الميدان يوم السبت 23/6 ويوم الأحد 24/6، وكانت الأجواء العامة بتقول إن هيتم تزوير الانتخابات وهيتم إعلان فوز الفريق أحمد شفيق. ونزلنا إلى ميدان التحرير إسلاميين وغير إسلاميين، وكان القرار في ميدان التحرير أنه إذا أعلن فوز الفريق أحمد شفيق فهي ثورة ثانية ضد أحمد شفيق، كما كانت ثورة ضد حسني مبارك. وجاء إلى الميدان شباب ومستعدين لكل شيء، ثورة تانية سلمية، ولن نسمح بأن تسرق الثورة مرة تانية. أي حد يروح للفريق أحمد شفيق ليلة الانتخابات ويقول إن هو رايح يحقن الدماء، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا إطلاقا. لم تكن هناك دماء تراق لتحقن، ولست مفوضا للكلام باسم الثورة وباسم مصر. إذا كان الشيخ ياسر برهامي ولا الأستاذ أشرف ثابت ولا المهندس عبد المنعم الشحات، لستم مفوضين للكلام باسم مصر ولا باسم الثورة، ولا أي حد مفوض لهذا الكلام. الكلام وقتها كان لميدان التحرير، والميدان قال كلمته. إحنا في الميدان ولن نسمح بسرقة الثورة مرة أخرى وعودتها إلى النظام السابق. أستاذ فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، لماذا تذهب إلى بيت الفريق أحمد شفيق؟ لا تقل لنا أنها حقنا للدماء. مهندس عبد المنعم الشحات بيقول إن تم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الدعوة السلفية للجلوس مع المجلس العسكري ومع الإخوان ومع الفريق أحمد شفيق. مجلس إدارة الدعوة السلفية في كلام الشيخ الدكتور المهندس عبد المنعم الشحات بيقول إن مجلس إدارة الدعوة السلفية لما علم بجلوس أو ذهاب الدكتور ياسر برهامي والأستاذ أشرف ثابت إلى أحمد شفيق رفضوا هذا وتحفظوا عليه ورفضوه رفضا كاملا. يبقى إذن مجلس إدارة الدعوة السلفية لم يكن عنده علم بذهاب الدكتور ياسر برهامي والشيخ والأستاذ أشرف ثابت إلى أحمد شفيق. الدعوة السلفية بريئة من هذا الأمر وفقا لكلام المهندس عبد المنعم الشحات. المهندس عبد المنعم الشحات بيقول إن راحوا قعدوا مع المجلس العسكري، ماشي زي بعضه، وبيقول إنهم عرضوا الأمر على الإخوان المسلمين بمبادرة لحقن الدماء، ووفقا لمعلوماتي لم يحدث هذا الكلام إطلاقا. لم يحدث هذا الكلام يا باشمهندس عبد المنعم. محدش قعد مع مكتب الإرشاد ولا مع حزب الحرية والعدالة من الدعوة السلفية في السكندرية
قبل إعلان النتيجة بيومين علشان يقولوا لهم تحقنوا الدماء وما تحقنوش الدماء. ما حصلش الكلام ده وفقا لمعلوماتي ووفقا لما قاله الدكتور عصام العريان في مقابلة تلفزيونية. ما حصلش الكلام ده. ولو علمنا ان الإخوان المسلمين حد منهم قعد مع الفريق أحمد شفيق قبل الإعلان النتيجة علشان حقن دماء ولا مش حقن دماء، لن نسكت على هذا. لن نسكت على هذا، لا من الإخوان المسلمين ولا من السلفيين ولا من أي حد. وأنا أتكلم تحديدا عن الشيخ ياسر برهامي والأستاذ أشرف ثابت والمهندس عبد المنعم الشحات. ما بتكلمش عن الدعوة السلفية. إن إحنا رايحين نحقن الدماء ده كلام مش مظبوط، مش صحيح، وأنا على يقين من هذا. رايحين نقول لهم ما تستأصلوش الإخوان، ده كلام فارغ ولم يحدث. ونعلم جيدا والجميع يعلم رأي الشيخ ياسر برهامي في الإخوان المسلمين. ولماذا أيد الشيخ ياسر برهامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضد الإخوان المسلمين، مش ضد الدكتور محمد مرسي؟ الشيخ ياسر برهامي قال إن إحنا الإخوان المسلمين لو وصلوا للحكم أول حاجة هيعملوها هيأمموا مساجد الدعوة السلفية وهيقضوا على الدعوة السلفية وهيقفلوا مساجدنا. الشيخ ياسر برهامي قال كده. وأنا بحاسب الشيخ، ما بحاسبش الدعوة السلفية. ورأي الشيخ ياسر برهامي في الإخوان معروف، والشيخ ياسر برهامي يرى أن الإخوان من أهل البدع، ويرى أن الإخوان عندهم تجاوزات، وأن عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. ده رأي معروف للشيخ ياسر برهامي ومسجل في محاضراته وفي موقعه، وادخلوا على موقع أنا السلفي واقرأوا فتاوى الشيخ ياسر في الإخوان. دي مش نقطة تهمنا، لكن أنا بقول إن هو ما راحش علشان يدافع عن الإخوان المسلمين. السلفيين في مصر وقفوا مع الدكتور محمد مرسي في الجولة الأولى من الانتخابات، مش في جولة الإعادة فقط، رغم إن حزب النور والدعوة السلفية السكندرية أيدت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. لكن هنقول إيه؟ أقول الدعوة السلفية القاهرية، ولا أقول الدعوة السلفية الدقهلوية، ولا الدعوة السلفية الكفروية نسبة إلى كفر الشيخ، ولا الدعوة السلفية الصعيدية؟ كتير من شيوخ السلف أيدوا الدكتور محمد مرسي من الجولة الأولى. وأغلب السلفيين في مصر أو أغلب من ينتمون بالولاء للدعوة السلفية في مصر صوتوا للدكتور محمد مرسي. مش الدكتور ياسر برهامي هو اللي نجح الدكتور محمد مرسي، لا، السلفيين في مصر من القطاع الإسلامي الذي ساهم في إنجاح الدكتور محمد مرسي. لكن الشيخ ياسر برهامي، دكتور مهندس عبد المنعم الشحات، الأستاذ أشرف ثابت لم يؤيدوا الدكتور محمد مرسي، لم يقفوا إلى جانب مرشح الإخوان، لأن رأيهم في الإخوان معروف. فالشيخ ياسر برهامي، مهندس عبد المنعم الشحات، لا، ما يقولوش إن هم رايحين يحقنوا الدماء، وما يقولوش إن هم رايحين يمنعوا استئصال الإخوان، وما يقولوش إن هم قعدوا مع الإخوان. ده كلام لم يحدث وغير صحيح. لماذا ذهبوا؟ ذهبوا بعد أن تواترت الأنباء أن الفريق أحمد شفيق هو الفائز. طيب الفريق أحمد شفيق هيبقى رئيس جمهورية، نروح نشوف هيعمل إيه معانا. يا فريق أحمد شفيق، سنعترف بالنتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات بالأرقام. هنعترف بالنتيجة، هنعترف بالنتيجة التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات. ده كان
الخبر الأول الذي أخبر به الفريق أحمد شفيق. ولن نخرج في مظاهرات ضد النتيجة المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. لن نخرج في مظاهرات التي ستخرج ضد النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، لأن اللجنة العليا والنتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات ويرضى بها المجلس العسكري هي النتيجة الصحيحة. وسنعمل على إجهاض المظاهرات التي تخرج ضد نتيجة اللجنة العليا للانتخابات بفوز شفيق. ونحن كنا في ميدان التحرير من يوم الثلاث 19/6 لغاية يوم الثلاث 26/6 بعد إعلان النتيجة حتى لم يخرج حزب النور ولم يعلن مشاركته في هذه، لم تخرج الدعوة السلفية. ليه؟ لأن الشيخ ياسر برهامي يرى ذلك. ما خرجوش معانا وذهبوا إلى أحمد شفيق ليقولوا له هذا. إحنا هنعترف الكلام اللي قلته. ما المقابل؟ صفقة؟ نعم صفقة، أقولها نعم صفقة. سنعترف بنتيجة الانتخابات التي تعلنها اللجنة العليا للانتخابات ويمضي عليها ويوقع عليها ويوافق عليها المجلس العسكري. لن نخرج في مظاهرات ضد إعلان النتيجة، سنعمل على إجهاض المظاهرات التي تخرج ونحن غير موجودين في ميدان التحرير. إيه المقابل؟ تأمين الدعوة. الدعوة تمضي، ادينا الأمان، ما تتقفلش المساجد، ما تؤممش المساجد، ما نعتقلش. الحاجة التانية إبقاء المادة التانية من الدستور، ما جرالهاش حاجة. الحاجة التالتة ايه نصيبنا لما تبقى رئيس جمهورية. ده الكلام اللي موجود وده الكلام اللي حصل. الشيخ ياسر برهامي والأستاذ أشرف ثابت أخطأوا، نعم أخطأوا، ويجب عليهم أن يعترفوا بالخطأ. مش هنذبحهم ولا بنعلق لهم المشانق، كلنا بنخطأ، لكن لا نزين الخطأ. نعتذر عن خطأنا، نعتذر عن خطأنا. أخطأنا في حق هذه الثورة بهذه المقابلة وبهذه الصفقة، نعم أخطأنا في حق الثورة بهذه المقابلة وبهذه الصفقة. كما أخطأت يا شيخ ياسر، وأنا بقول الشيخ ياسر برهامي والأستاذ أشرف ثابت هم اللي أخطأوا، مش الدعوة السلفية ولا حزب النور ولا السلفيين، كما أخطأ الشيخ ياسر برهامي قبل ذلك. الشيخ ياسر برهامي إيه رأيه في الثورة؟ معلش أنا آسف، زي ما بنتكلم على أي حد بيغلط بنتكلم على شيوخنا لما بيغلطوا. إيه رأي الشيخ ياسر برهامي في الثورة؟ وأيد الثورة ولا ما أيدش؟ ولا سكت ولا ما سكتش؟ تعالوا نسمع رأي الشيخ ياسر برهامي في الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: سأخرج إن شاء الله ومعي بعض أولادي يوم 25 يناير بنية تكفير سواد غير الراضين عن الطواغيت وبنية ألا أهلك نفسي وأولادي. هل هذه النية طيبة؟ لا أرى لك الخروج ولا يراه لك المشايخ جميعهم. المشايخ تشاوروا وقالوا لن نشارك في هذه التظاهرات، ونخشى عليك أن تكون تهلك نفسك إذا خرجت وأولادك، لا تدري ماذا يقع. والغضب إذا انفجر ربما أدى إلى فساد عظيم إذا لم يكن القائمون على هذه المظاهرات وهو كذلك ليسوا من الملتزمين بالشرع. ونحن لا نرضى
بأي مظلمة لأي أحد، ولكن فعلا لابد من ضبط الأمور ضبطا صحيحا. لا تغتر. أولا تونس الناس كلها بتقول نجحت، هو الراجل هرب صحيح، لكن الثورة لم تنجح بعد. النجاح أن يوجد نظام إسلامي في الحقيقة، على الأقل نظام أقل قهرا وظلما للناس، حتى نقول ده بالمقاييس الدنيوية أنها نجحت. لكن الحقيقة أن الحكومة هي الحكومة، الأمر لم يتغير بعد كثيرا، الموازين ما تبقاش سريعة. ثم إني جازم وكل المشايخ كذلك أن الأوضاع مختلفة عن تونس، ومصر ليست كتونس، والغرب والعالم لن يكون موقفه كموقف تونس. على أي الأحوال نحن لابد أن نراعي يعني مصالح العباد والبلاد وحرمات المسلمين، ولابد أن ننظر في عواقب الأمور وليس فقط في تكثير سواد المعترضين. ونحن لنا رؤية شاملة في الإصلاح نتكلم عنها كثيرا ونبينها دائما. الدعوة ترى عدم المشاركة في تظاهرات 25 يناير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده رأي الشيخ ياسر برهامي في الثورة وفي الخروج. وأنا آسف، الشيخ ياسر برهامي بيلبس على الناس ويقول ده رأي المشايخ. كل المشايخ. أنهي مشايخ؟ هو الشيخ محمد عبد المقصود اللي كان معانا في ميدان التحرير ده مش شيخ من شيوخ السلف؟ هو الشيخ نشأت أحمد اللي كان معانا في ميدان التحرير ده شيخ مش ده شيخ من شيوخ السلف؟ الشيخ فوزي السعيد اللي كان معانا في ميدان التحرير ده شيخ من شيوخ السلف ولا لا؟ ولا أخرجناه؟ الشيخ حسن أبو الأشبال ده مش شيخ من شيوخ السلف؟ الشيخ حازم أبو إسماعيل، الشيخ جمال عبد الهادي، كل المشايخ الكرام الذين يعني الدكتور محمد يسري إبراهيم هو ده شيخ من شيوخ السلف ولا لا؟ دكتور علي السالوس الذي يتصل بي ونحن في ميدان التحرير ويبكي أنه لا يستطيع المجيء إلى الميدان. دكتور علي السالوس ده شيخ من شيوخ السلف ولا من شيوخ الخلف ولا من شيوخ التلف؟ إزاي الشيخ ياسر يقول إن ده كل رأي المشايخ؟ هل شيوخ الإسكندرية هم الذين يتحدثون بكل شيوخ السلف في مصر؟ ده رأي الشيخ ياسر برهامي في الثورة صوتا مكتوب على موقع أنا السلفي، الفتوى بتاعته نشوف الفتوى ونقرأها. الشيخ ياسر برهامي بيقول في موقع أنا السلفي، جيبها يا أحمد لو سمحت على الشاشة. سؤال: ما حكم المشاركة؟ ده نص الصفحة. ما حكم المشاركة في ثورة 25 يناير التي دعا لها عدد من الناشطين على الإنترنت اقتداء بثورة تونس؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرغم تعرض الدعوة لحملات الطعن والاتهامات الكاذبة وتشويه الصورة وأنواع من الظلم على رموزها وأنواع من الظلم على رموزها وأبنائها، إلا أننا انطلاقا من تمسكنا بديننا وشعورنا بالمسؤولية تجاه بلادنا وحرصا على مصلحتها وتقديما وتغليبا لأمن العباد والبلاد في هذه الفترة العصيبة، وتفويتا لمقاصد الأعداء التي تهدف إلى نشر الفتن، نرى عدم المشاركة في تظاهرات 25 يناير، وكلام المشايخ واضح جدا في ذلك، والأوضاع مختلفة بين مصر وتونس، ولا يعني هذا رضانا عن أي مظلمة صغيرة أو كبيرة أصابت الناس، وأعظمها تغييب شرع الله، لكننا نأتمر بما أمرنا الله به من الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وبما لا يعقب مضرة أكبر. وأقول للإخوة الأحباب الذين يدعون الشباب للمشاركة، خاصة الذين لا يعيشون بيننا: لو كنتم بمصر لكان عليكم ألا تتخذوا موقفا انفراديا دون الرجوع لمشايخ الدعوة، فكيف وأنتم غائبون؟ والمشايخ في الإسكندرية جميعهم تشاوروا وهم متفقون على ما ذكرته في إجابتي، وما أظن
غيرهم خارجها بخالفهم. لا، خالفهم مشايخ كثر، خالفهم مشايخ كثر وخرجوا في هذه الثورة يا شيخ ياسر. لا يصح إطلاقا هذا التصرف وهذا السلوك، ويجب أن نعتذر ونعترف بخطئنا. وأرجو من كل من يسمعني ألا يسقط هذا الفعل على الدعوة السلفية أو على حزب النور. هذا تصرف من أشخاص، من شخصين يتحملوا مسؤوليتهم. الأستاذ أشرف ثابت سافر إلى الإمارات العربية المتحدة وقابل عمر سليمان، ماشي، مفيش أي مشكلة. لماذا قابلت أحمد رشيد يا أستاذ أشرف ثابت؟ لماذا قابلت أحمد رشيد في الإمارات العربية المتحدة؟ وهل يستدعي الأمر أن يذهب الأستاذ أشرف ثابت إلى الإمارات ليقول لعمر سليمان لا تترشح، الدعوة السلفية بتقول لك ما تترشحش؟ هل يستدعي هذا الأمر؟ وإذا كان ذلك، طب ما كلنا قلنا لأحمد شفيق ما يترشحش، وكلنا قلنا لعمر سليمان ما يترشحش، ونعلم عمر سليمان وأحمد شفيق وطلبوا مقابلة الناس جميعا، وطلبوا مقابلة الهيئة الشرعية، وطلبوا مقابلة الجميع، وطلبوا مقابلة الهيئات الثورية، وطلبوا مقابلة مجلس أمناء الثورة وغيرهم، ومحدش راح قعد. طبعا هيطلع بكرة الفريق أحمد شفيق هيقول الكلام ده ما حصلش وما عرضوش الكلام ده. لا يعنينا هذا الكلام، لأن شيء طبيعي إن يخرج الفريق أحمد شفيق ويكذب ما يقوله صفوة حجازي. شيء طبيعي جدا. دكتور ياسر برهامي والشيخ سعيد عبد العظيم والمهندس عبد المنعم الشحات ذهبوا إلى الإخوان المسلمين قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وطلبوا من الإخوان المسلمين أن يرشحوا المهندس خيرت الشاطر، وقالوا لهم الدعوة السلفية ستؤيد المهندس خيرت الشاطر. كان رد الإخوان إن إحنا سنعرض الأمر على مجلس شورى الجماعة، وهنقول لمجلس شورى الجماعة إن الدعوة السلفية وحزب النور هيؤيدوا المرشح بتاعنا، بس إحنا ما نقدرش نقول إن المرشح بتاعنا هو خيرت الشاطر، لأن ده كلام الإخوان، بعد ما هناخد موافقة من مجلس الشورى على إن إحنا نرشح حد، هنعمل بعد كده تصويت على مين يترشح، فممكن المرشح اللي يطلع ما يبقاش خيرت حسب مجلس الشورى. فهل انتم هتأيدوا مرشح الإخوان اللي هيجيبوا مجلس الشورى؟ وكان الكلام أيوة، هنؤيد المرشح اللي هيجيبوا مجلس الشورى، بس يا ريت يكون المهندس خيرت الشاطر. ليه الشيخ ياسر برهامي والمهندس عبد المنعم الشحات سحبوا الكلام ده بعد، وانا بقول ما كانوا سبب اساسي في ان الاخوان يقرروا ترشيح حد من عندهم؟ ليه سحبوا الترشيح؟ وليه ما قالوش كده؟ وليه ما قالوش الكلام ده؟ وليه ورطوا الاخوان؟ دكتور سعيد عبد العظيم بقي على ما اتفق عليه وعلى ما أعطى الكلمة للإخوان، وفضل مؤيد الدكتور محمد مرسي. وصفوة حجازي والدكتور محمد عبد المقصود لما طلعوا وقالوا إن الشيخ سعيد عبد العظيم بيأيد الدكتور محمد مرسي، كذبونا وقالوا لا، ده الشيخ سعيد عبد العظيم مع رأي الدعوة السلفية.
وأعلن الشيخ سعيد عبد العظيم أنه هو مش مع رأي الدعوة السلفية، والدكتور محمد إسماعيل المقدم في بيته في وجود الدكتور محمد عبد المقصود، وفي وجود المهندس يحيى، المهندس محيي إبراهيم، وفي وجود صفوت حجازي والبراء ابن صفوت حجازي، الدكتور محمد إسماعيل مقدم قال أنا أؤيد الدكتور محمد مرسي، وضغط عليه، أو حصل بعد كده أنه هو سكت ولم يتكلم. ونحن احترمنا رأي الشيخ محمد إسماعيل مقدم لأنه شيخنا وتاج راسنا وفوق دماغي من فوق، شيخ من شيوخي الشيخ محمد إسماعيل مقدم. شرف ليا أني كنت أحضر حلقاته وأنا طالب في الإسكندرية. ليه يا شيخ ياسر؟ وليه يا باشمهندس عبد المنعم الشحات؟ سحبتوا اتفاقكم مع الإخوان المسلمين. هذا الكلام اللي بقوله أحاسب عليه أمام الله عز وجل، وأسأل عليه أمام الله عز وجل، ويحاسبني الله عز وجل على هذا الكلام. وأقول هذا الكلام حتى لا نكون كالتي نقضت غزلها. لما غيرنا بيغلط بنحاسبه، لكن لما واحد مننا يغلط ما نحاسبوش، لا نحاسبه. وكلامي هذا وعتابي هذا وملامي هذا أقوله بصفتي الشخصية أولا، ثم كمجلس أمناء، كأمين عام لمجلس أمناء الثورة المصرية. نحن في الثورة نرفض أن يتهم أي حد بأنه بيعقد صفقات. قالوا الإخوان عقدوا صفقات ولا ما عقدوش صفقات، ولا أي حد هيثبت عليه عقد صفقة ضد هذه الثورة لن نسكت عليه. وكون إن أنا أروح وأتفق أو أقعد مع أحمد شفيق ليلة إعلان النتيجة، هذه تهمة يا شيخ ياسر، هذه تهمة يا أستاذ أشرف ثابت. وأنا أتكلم تحديدا عن دكتور ياسر برهامي والمهندس أشرف ثابت تحديدا كأشخاص، ولا أتكلم عما ينتمون إليه من هيئات. لا أتكلم عن الدعوة السلفية السكندرية، ولا أتكلم عن حزب النور. كل الاحترام والتقدير للدعوة السلفية ولأعضائها الذين ينتمون إليها انتظاما وكرنيها وعضوية، أو ينتمون إليها ولاء. ومن ينتمون إلى حزب النور كرنيها وعضوية، أو من ينتمون إليه ولاء. لكن هناك كثير من السلفيين لا ينتموا إلى الدعوة السلفية السكندرية لا ولاء ولا عضوية، ولا ينتمون إلى حزب النور لا ولاء ولا عضوية. عندنا حزب الأصالة وحزب سلفي، هناك من ينتمي إليه. عندنا حزب البناء والتنمية هو حزب سلفي وهناك من ينتمي إليه. عندنا حزب الفضيلة وهو حزب سلفي وهناك من ينتمي إليه. كل هؤلاء يتحدثون باسم من ينتمي إليه. مرة أخرى، أخطأ الشيخ ياسر برهامي، نعم أخطأ. أخطأ الشيخ أشرف ثابت، نعم أخطأ. وعليهم أن يعتذروا عن هذا الخطأ ولا يبرروا هذا الخطأ. لم يكن هناك دماء. لماذا لم يسعى الشيخ ياسر برهامي والمهندس أشرف ثابت أثناء الثورة لحقن دمائنا ونحن في ميدان التحرير؟ من يوم 25 يناير لغاية يوم 3 فبراير يوم الخميس بعد موقعة الجمل، وتراق دماءنا وتراق دماء المسلمين. لماذا لم يسعى المهندس أشرف ثابت والدكتور ياسر برهامي لحقن دماء المسلمين؟ مين قال إن الجيش المصري هيقتل المصريين؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال
ان الجيش المصري لو المصريين في ميدان التحرير رفضوا نتيجة الانتخابات لأحمد شفيق وقاموا بثورة ثانية ضد فريق أحمد شفيق، مين قال ان الجيش المصري هيحاربهم ولا الجيش المصري هيقتلهم؟ مين قال ان الثوار اللي في ميدان التحرير اللي هيعملوا ثورة ضد الفريق أحمد شفيق هيروحوا يهاجموا المؤسسات العسكرية ولا هيهاجموا الجيش؟ إذا كنا ما هاجمناهمش ضد حسني مبارك هنهاجمهم أثناء الثورة، أثناء بعد نتيجة انتخابات. مرة أخرى أنا لم أهاجم دعوة السلفية، لم أهاجم حزب النور، لهم كل التقدير والاحترام، وأدعو عقلاء حزب النور وعقلاء الدعوة السلفية السكندرية أن يتخذوا موقف ويحاسبوا من يخطئ. ونحن لا نقدس الرجال اللي عاوز يذبحني ويأكل في لحمي وفي عرضي وفي سمعتي علشان بقول ان الشيخ ياسر برهامي والاستاذ اشرف ثابت والمهندس عبد المنعم الشحات غلطانين. بيني وبينه الله عز وجل، ولن اسامح من يأكل في عرضي او يعلق لي المشانق، لاني اعلم جيدا ماذا سيحدث، غضبة لرجال وليس غضبة للحق أو غضبة لدين الله، ليس غضبة للحق أو غضبة لدين الله عز وجل. أنا سلفي عقيدة ومنهجا، ومن يقف على شيء في عقيدتي أو في منهجي يخالف عقيدة ومنهج سلف الأمة الثلاثة قرون الأولى فليواجهني، يأتيني ويقول لي عقيدتك فيها كذا، والسلف عندي هم الثلاثة قرون الأولى. هذه كلمتي، أسجل حزني الشديد وصدمتي الشديدة من هذا الفعل، ويجب على من أخطأ أن يعتذر ويقر بخطئه. الصندوق مليان أسرار، مش هقول الصندوق الأسود، لا، الصندوق الأبيض، صندوق الثورة صندوق أبيض مليء بالأسرار، ولا نخرج أسرارا ولا نتحدث عن أسرار إلا إن أصر المخطئ على خطئه وزين خطأه وبرر خطأه بكلام لم يحدث. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.